السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أخواننا في لبنان وفلسطين على الأعداء والظالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل عشاق النادي الأهلي، مرحبا بكل الأهلاوية. حلقة النهارده إن شاء الله مميزة، هنتكلم فيه مجموعة من المواضيع المهمة اللي تخص النادي الأهلي بخصوص الصفقات وبخصوص مباراة النهارده برايتس وبخصوص ياسر إبراهيم. يعني في مجموعة من المواضيع نتكلم فيها. فضلا ليس من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. خلينا نبدأ معاك إن ياسر إبراهيم مش في أحسن أحواله. يعني في اهداف كتيره كان فيها ياسر ابراهيم السبب ان هي تدخل في المرمى بتاعنا مره واثنين وثلاثه وخلاص. يعني ياسر ابراهيم كده عليه علامه استفهام بخصوص الناحيه الدفاعيه. طيب انت دلوقتي طالما في عندك خلل في الناحيه الدفاعيه، ليه مثلا ما فيش صفقات دفاع كويسه؟ يعني مثلا زي مصطفى العيش، خلاص احنا عرفنا ان النادي الاهلي اعتقد تعاقد مع مصطفى العيش، تمام، دفاع النادي زد. وخلال الايام القادمه ان شاء الله، يعني يومين تاني او ثلاثه هيتم الاعلان عن الصفقه، تمام. لكن برضو عايز اكلمك بخصوص ياسر ابراهيم في المرحله الحاليه اللي بيمر بيها مش في احسن احواله. يعني الهدف اللي دخل فينا، تمام، الهدف الثاني كان السبب فيه ياسر ابراهيم ومحمد هاني، فاهمني؟ وبرضو كان السبب برضو في ياسر ابراهيم زي ما قلت لكم محمد هاني، تمام. والهدف يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني حتى برضو رامي ربيع حاول يقطع الكوره، تمام، من المهاجم الثاني اللي هو راس الحربه اللي ضربها بالراس، تمام، برضو ما عرفش ياخدها منه. فانت عندك هنا خلل دفاعي. طب لحد امتى مثلا الخلل الدفاعي دوت هيستمر على الفريق؟ برضو عندك الهدف الاول كان السبب فيه برضو كان رامي ربيعه، تمام، وكان ياسر ابراهيم، فاهمني؟ ياسر ابراهيم يعني المفروض كرة قدامه طلعها يشتتها يعمل اي حاجه، الكرة عدت منه. فهنا طب انت لحد امتى مثلا ياسر ابراهيم؟ برضو في مباراه السد بالجان الهدف اللي دخل فينا برضو كان السبب منه ياسر ابراهيم، لما اتزحلق قدام المدافع وما عرفش يضغط عليه عشان يقطع منه الكوره، او مثلا يخلي يوقفه مثلا على ان هو يشوط الكوره، فاهم؟ والناس طلعت جات برضو لاعب من محمد الشناوي ان هو ما مدش ايده ومش عارف ايه. وبرضو موضوع ياسر ابراهيم برضو محدش اتكلم فيه. برضو ياسر ابراهيم يعني في الرئيسيه اللي لعبها في الهجوم في بدايه الشوط الاول لما كنا متعادلين 0-0، في كوره رئيسيه راحت لياسر ابراهيم، خلاص بينه وبين الجون يعني ما فيش يعني متر، فاهم؟ يارده او ياردتين، يعني ما فيش. يعني طلع ياسر ابراهيم برضو نفس النظام، برضو طلعها بره عن الجون، رغم نفس الكوره اللي لعبها برضو في مباراه الهلال السعودي لما لعبها علي معلول عرضيه، تمام، واستقبلها برضو ياسر ابراهيم بشكل رائع على يمين الحارس، وكان الهدف الاول لينا في المباراه في السعوديه على الهلال السعودي، فاهم؟ فانت هنا يعني منتظر ايه مثلا؟ يعني مش عارف اقول لك ايه، تمام. هدف حسين الشحات برضو هو يعني من اجمل الاهداف اللي سجلها حسين الشحات بكل امانه، تمام. وكويس ان حسين الشحات ما اتغابش فيها زي كل مره ان هو بيتغابى في الهدف دهوت، تمام، بيلعبها على يمين الحارس ولا يسار الحارس، لان الحارس اصلا في وشك، يعني لا يمين هينفع ولا يسار هينفع. فكويس ان هو لعبها من فوق الحارس ودخل الجون، تمام. دي برضو تحتسب لحسين الشحات. بس برضو اداء حسين الشحات برضو مش احسن حاجه، مش هو اللي منتظرينه منه، رغم ان برضو جات له كوره حلوه خالص في الشوط الثاني في قبل النهايه، تمام، وبرضو ضيعها كوره برضو دي مكانها في الشباك، فاهمني؟ فبرضو انت عندك برضو حسين الشحات برضو عليه علامات استفهام كتيره، برضو نفس النظام. حسين الشحات ما بيطورش من نفسه، ما بيعدلش من نفسه، اتكلمنا مليون مره في الموضوع ده. برضو حسين الشحات هو اللي فيه هو ربنا وفقه في الهدف اللي دخل دهوت، اللي عمل من فوق الحارس ده، اللي ربنا وفقه فيه بسم الله ما شاء الله عليه، ان هو شغل دماغه بسرعه ولعبها من فوق الحارس. كويس ان هو ما لعبهاش على اليمين ولا على اليسار. فحسين الشحات برضو محتاج يراجع نفسه. برضو هدف عمرو السولية، يعني حكم رايه رفع تسلل، بس اللي استقبل الكوره رامي ربيعه مش امام عاشور اللي هو كان متسلل، تمام، ولعبها عمرو السولية بكل حرفنه وكل يعني دقه، تمام، وسجل منها هدف التعادل. لكن حكم الرايه يعني هنقول ايه يعني غير الله يهديكم علينا ويصلح حالكم، تمام. ودايما بتثبتوا لنا انكم انتوا يعني العرق دساس فيكم، فهنعمل ايه؟ طيب كان المفروض النادي الاهلي يطلع تعادل في الماتش دوت،
وكان المفروض اكتر ان هو يطلع فايز 3-2 اقل حاجه، لان حسين شحات الكره ديت ما تضيعش منه، تمام، والكره في نهايه الماتش مش الهدف خلاص اتحسب، تمام. وبرده هدف عمرو السوليه اللي هو اللي حكم التسلل دوت، تمام، ده مش تسلل ولا اي حاجه، ولا امام عاشور راح للكوره ولا عمل لها اي حاجه. يعني هنقول ايه طيب؟ طبعا الحكم عليه اخطاء كثيره، حكم المباراة عليه اخطاء كثيرة. يعني في ركلتين جزاء للنادي الاهلي ما كلفش خاطره، تمام، ان هو يحسب ركلة جزاء للاهلي. وبرضه اسامة يعني برضه كان مشارك فيهم اسامة ابو علي في على الدفاعات، تمام. يعني كان موفق كتير، بس ما كانش موفق ان هو يجيب جون، تمام. يعني جات له كذا كوره ولعبه بكذا طريقه بحرفيه ومهاره، تمام، بس برضه ما فيش التوفيق ما كانش من عند ربنا، ما قدرش يسجل اهداف في المباراه دي. برضه اسامه ابو علي من ساعه ما الناس قالت ده احسن مهاجم، ده مش عارف ايه، ده ايه ده الاعلام المصري ما يمسكش لاعب، تمام. الاعلام المصري ما يمسكش لاعب الا لما يوجعه، حتى لو كان مجتهد، حتى لو كان كويس، حتى لو كان كذا، لا لازم احنا نوجعوك، سواء بالاشاده بيه او بسوء اللعب. يعني الناس ما بتقولش بسم الله ما شاء الله، فاهم؟ كل الناس، كل الاعلاميين ما بيقولوش بسم الله ما شاء الله، ما بيذكروش الله في اللاعب، عاد المذيعين كلهم. يعني ايه رايك في اسامه ابو علي؟ ايه رايك في اداء اسامه ابو علي؟ وما بيذكروش بسم الله ما شاء الله. يعني محتاجين واحد يطلع بس يكسفهم كده ويقول لهم يا جماعه قولوا بسم الله ما شاء الله، قولوا بسم الله ما شاء الله على اللعيبه. من ساعه ما اسامه ابو علي لعب في النادي الاهلي وخد في موسم 23 الهداف، موسم 23 24 الهداف، تمام. وبعد كده ما شفناهوش تاني، ما شفناش اسامه ابو علي تاني الا رسامه، يعني مباراه شباب بلوزداد اللي سجل فيها 3 اهداف دي، تمام. بعد كده يغيب مباراه ويرجع مباراتين، يغيب مباراتين ويرجع مباراه، يغيب مباراتين ويرجع مباراه. عين المصريين بسم الله ما شاء الله تفلق الحجر، العين بتاعتكم يعني تفلق مليون حجر مش حجر واحد. لازم نكون متفقين ان الدفاع بتاعنا مش احسن حاجه، دفاع النادي الاهلي في الايام دي هي مش احسن حاجه، ولازم يتطور، لازم يكون في احسن من كده. برضه الصفقات، موضوع الصفقات اللي عايز اكلمك فيه، موضوع الصفقات اللي احنا اتكلمنا خلاص، قلنا في صفقه حمدي فتحي، تمام. وبرضه الناس طلعت بتتكلم في الصحف بتقول في عرقله في ملف حمدي فتحي، وبرضه صفقه مصطفى العش، تمام. خلاص يعني فاضل 3 ايام ولا 4 ايام والاهلي هيعلن عن الصفقه، فاهم؟ وبرضه في صفقه وينج يسار ووينج يمين، برضه عايزين صفقتين، وعايزين خط وسط، وعايزين مهاجم مع وسام. يعني انت بتتكلم في كام؟ بتتكلم في الدفاع عاوز لك صفقتين في الدفاع، بتتكلم في الخط الوسط عاوز لك صفقه، بتتكلم في الهجوم عاوز لك 2 وينج، وعايز لك واحد مع وسام. يعني بتتكلم في ايه؟ الفرقه كلها ضايعه. هتقول لي طاهر بيرجع ومش عارف ايه، هيرجع من اصابه وهيكمل مع الفريق. طاهر مش اي نعم هيكمل مع الفريق وكل حاجه، بس مش هو الوينج اللي انت تقدر تعتمد عليه في كاس العالم للانديه، فاهم؟ طاهر ماشي يلعب معاك في افريقيا، يلعب معاك في الدوري المصري، بس هيلعب معاك في كاس العالم للانديه؟ لا، طاهر في عتاوله في كاس العالم للانديه. يعني طاهر يعني ما تاخذنيش في كلام، لا طاهر ولا حسين الشحات، الاثنين دول هم، لا طاهر ولا حسين الشحات هيعرف يلعب معاك في كاس العالم للانديه. فسبحان الله، يعني انت محتاج فعلا صفقات كثيره، تمام. الناس طلعت تتكلم تقول لا عاوزين 4 صفقات مش عارف ايه، لا بالعكس احنا محتاجين اقل حاجه 6 صفقات بخلاف، يعني مع الصفقات اللي يعني 4 صفقات تاني، تمام، مع حمدي فتحي ومع مصطفى العش، تمام. طبعا عايز اكلمك في تداخل كريم نيدفيد لما بيجي يدخل على الخصم، تمام، بيدخل بعنف بعفويه. يعني من زمان وكريم نيدفيد بيعمل فاولات وبيعمل اصابات للاخصام وبيعمل انذارات لنفسه. فالمفروض برضو كريم نيدفيد يهدي الريتم شويه بتاعه في الدخول على الخصم. يعني انت كده بتدافع بشراسه، فاهم؟ لا انت خلي الدفاع بتاعك دفاع متوازن، مش على طول انك انت مثلا تدخل على الخصم انك انت لازم تكسره عشان تاخد الكوره،
لا انت اهم حاجه وقف قدامه وما تخلوش يعدي منك، ده المطلوب منك. فاهم؟ ده كريم نيدفيد يعني المفروض يخلي باله من نفسه، عشان خاطر الانذارات شغاله كتير، ومارسيل كولر مش محتاج ان هو يعني يخسر لاعب يقعد على الدكه احتياط. تمام؟ يعني هو طلع مروان عطيه ونزل عمرو السوليه عشان مروان عطيه عنده انذار وما ينفعش ياخد الانذار الثاني. تمام؟ عشان يلعب بيه في المباراه القادمه. فاهمني؟ فبرضه الناس تخلي بالها في الموضوع ده. تمام؟ برضه عايز اكلمك الرابطه بين وسام ابو علي وحسين الشحات برضه مش احسن حاجه. يعني حسين الشحات مع وسام ابو علي ما عارفينش يربطوا مع بعضهم كويس، ده ماشي بدماغ وده ماشي بدماغ. تمام؟ برضه حسين الشحات ما لقيش اللي يفهمه كويس، الا رئيس مثلا امام عاشور ابتدى مع وسام ابو علي في المباراه السابقه. تمام؟ مش مباراه مش مباراه رونالدو بريس، لا مباراه استاد ابيجان. تمام؟ ابتدوا هما الاثنين يفهموا بعض. لا في مش في مباراه استاد ابيجان، في مباراه سموحه. تمام؟ ابتدوا الاثنين يفهموا بعضهم، والاثنين بسم الله ما شاء الله لما عملوا مباراه قويه ومباراه حلوه. فاهم انت يا جماعه؟ في مباراه استاد ابيجان، مباراه سموحه ما لعبش وسام ابو علي. تمام؟ انا الرابطه بين حسين الشحات وبين وسام ابو علي برضه مش احسن حاجه. تمام؟ برضه امام عاشور في المباراه دي ما كانش في احسن احواله، ما كانش في افضل احواله. يعني ما قدرش ان هو يصنع الفارق مع النادي، عمل يعني بيحاول، يعني امام عاشور بيحاول يشوط برجل الشمال وهو مش اشول، يعني ما بيعرفش يشوط كويس. تمام؟ لكن هو بيدرب نفسه في الملعب. طب ما تدرب نفسك في بره الملعب. فاهم؟ انت خلاص ربنا كرمك برجلك اليمين، شوت برجلك اليمين. يعني دي غلطه برضو من مارسيل كولر ان هو حطك وينج يسار، المفروض كان حطك وينج يمين. فاهم؟ وان انت مثلا تبدل مع وسام ابو علي. فاهم؟ فدي غلطه برضو من اسمه دوت من مارسيل كولر. تمام؟ فبرضو هنا امام عاشور برضو مش في احسن احواله، وبرضو مصطفى شوبير يعني ما يسالش عن الهدفين. مصطفى شوبير ما يسألش عن الهدفين. الهدف الأول غلطة رامي ربيعة وغلطة ياسر إبراهيم، انفراد بالجون خلص حطها على الحارس، طلع عليها مصطفى شوبير بس ما عرفش يعني يعمل فيها حاجة. تمام؟ برضو الهدف الثاني الشوطة الأولى جت في العارضة، والشوطة الثانية تمام والثانية بالرأسية في المرمى على طول، كان قدام خط المرمى على طول، حاول معاه رامي ربيعة لكن برضو ما عرفش. فبرضه في الهدفين دول ممكن ما يسألش عليهم مصطفى شوبير. تمام؟ برضه هنا كوكا ما ينفعش يكون في مركز الظهير، يعني هو برضه مقتنع ليه بكوكا في مركز الظهير. يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني هو كريم الدبيس يعني استغنوا عنه، ما الراجل بينزل وبيلعب ومش عارف ايه وكل حاجه. برضه يعني كوكا في اخطاء كتيره طلعت منه في المباراه، فان هو يبقى في مركز الظهير برضه مش احسن حاجه. فاهمني؟ فدي برضو يعني مش عارف مارسيل كولر ماله بخصوص تشكيل اللاعبين داخل الملعب. تمام؟ برضو محمد هاني لسه راجع من الإصابة، فبرضو لازم يحسن من المستوى شوية ولازم يرفع من المستوى شوية. أي نعم لسه رجله ما خدتش على الملعب كويس. تمام؟ بس برضو لازم يحسن من المستوى، وعلى ثقة إن محمد هاني هيرجع في الفترات القادمة، يرجع في الملعب هيبقى افضل حال من احسن من كده. ان محمد هاني عنده امكانيات كتيره وعنده لعب كتير وعنده شغف وعنده حاجات كتيره يقدر يقدمها مع النادي الاهلي. فاهمني؟ فبرضه لسه محتاجين ندي محمد هاني شويه ونديله فرصه زياده عشان يقدر يثبت نفسه لجماهير النادي الاهلي مره اخرى. تمام؟ طبعا اتكلمنا عن ياسر ابراهيم، في علامات استفهام كتيره، وربيعه ابتدى مستواه ينزل خلاص، جالك انا الدفاع الوحيد مش عارف ايه والكلام ده، فنفسيته برضو ابتدت تنزل. فاهم؟ يعني الضغط مبقاش برضو زي الاول. تمام؟ يعني عشان كده برضو النادي الاهلي بنتعاقد مع مصطفى القش مدافع نادي زد. تمام؟ وان شاء الله يعني يجيب لنا صفقه تاني دفاع، برضو عاوزين دفاع، لان النتائج يعني 5-6 هجمات يدخل فيك جونين في المباراه كلها، 5-6 هجمات يا مسلم. فانت برضو محتاج انك انت يعني تعزز صفوفك بالدفاع، وبرضو عاوز وينج يسار وينج يمين. ما تقوليش بقى طاهر هيرجع وحسين الشحات هيرجع مستواه ومش عارف ايه والكلام ده. في كاس العالم للانديه
الاثنين دول هم يعني هيبقوا ثقل عليك. لا حسين هينفع تمام ولا طاهر هينفع. طب انت هتجيب منين؟ انت لازم تتعاقد في الوقت دوت تمام مع وينجات يكون على اعلى مستوى، انك انت رايح تتنافس في كاس العالم للانديه. يعني انت مش مستني انك انت مثلا تاخد بطوله افريقيا تمام، ولا منتظر انك انت تاخد الدوري المصري العام عشان خاطر تبدا انك انت تحسن من مستوى الفريق. انت خلاص داخل على كاس العالم للانديه. طب هتحسن من امتى وضع الفريق؟ في ناس بتتكلم بتقول الصفقات جايه ومش الصفقات جايه، والناس شغاله والناس مش شغالاش. طيب لحد امتى؟ طيب يعني في فرق مثلا نص مليون دولار. تعالى على نفسك المره دي هتدفع، المره دي بس تعالى على نفسك وادفع نص مليون دولار. يعني لو في فرق فلوس يعني، بس هات حاجه نظيفه، هات حاجه نقدر نتشرف بيها قدام الناس، هات حاجه نقدر نلعب بيها، هات حاجه تقدر تستمر معانا، هات حاجه تكون على مستوى عالي، كواليتي عالي زي اسامه ابو علي، تكون اعلى برضه من اسامه ابو علي. الناس كلها بتقول بغداد ابو النجاح مش عارف ايه الكلام دوت. اي نعم بغداد ابو النجاح من اللعيبه المميزه واللعيبه الكويسه، بس الكلام دوت كان 3 4 سنين. لكن تعالى مثلا دلوقتي قسم مهاراته وقيس ديته، شوف الاداء البدني بتاعه. الراجل كسر سن ال 30، مش عارف عنده 34 سنه ولا 33 سنه تمام. بغداد ابو النجاح يعني انت معتقد ان هو يجي بغداد ابو النجاح هيقدم لك المستوى المطلوب زي مثلا ما بيقدم اسامه ابو علي؟ انت برضه يعني مش شايفش سن فرق العمر. يعني احنا عايزين ناس تخلص، عاوزين ناس تخلص في الملعب. انت داخل على كاس العالم للانديه، في ايه بعديها؟ مفيش حاجه تاني بعديها، وبطوله كبيره، مش بطوله اللي هي 4 ماتشات ولا 6 ماتشات ولا الكلام ده هوت، فاهم؟ فانت داخل على حاجه اثقل. ما كانش معاك وينجات كويس، وما كانش معاك خط هجوم كويس، راس حربه كويس زي اسامه ابو علي واحسن من اسامه ابو علي تمام، ما كانش معاك دفاع صلب، انت في مشكله وفي مشكله كبيره. فاحنا هنا منتظرين اداره النادي الاهلي تخلص لنا الموضوع دوت بحث بس ما يكون بالصفقات تكون ممتازه، تكون قويه. مش محتاجين نتكلم في الموضوع ده كتير. النادي الاهلي قادر ان هو يجيب صفقات، النادي الاهلي قادر ان هو يدفع يصنع الفارق مع انتر ميامي في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي فاهم. برضه موضوع صفقه محمد عبد المنعم فين وصل لحد فين؟ محمد عبد المنعم الموضوع يعني وخلاص انتهى من الساحه، محدش بيتكلم عنه. وبرضه حمدي فتحي الناس بتتكلم بتقول في عرقله في ملف حمدي فتحي، ان حمدي فتحي هيتباع لنادي تاني في قطر. طب ايه يعني الاتفاق بتاع محمود الخطيب ان هو يجي اعاره 6 شهور، فاهم؟ فهنا طب فين ده كله؟ هو محمود الخطيب ما مضاش عقد بالكلام دوت. لما كان في قطر كنا بنلعب باتشوكا المكسيكي، ما مضاش عقد ان حمدي فتحي خلص معانا في ال6 شهور بالهمت. طب فين؟ طيب انا مش شايفينش حمدي فتحي الشهر جرب يخلص، تستنانا لحد متى؟ هنا في علامات استفهام كتير، في علامات استفهام في الدفاع، في علامات استفهام في خط الوسط، فاهم؟ برضه انا عندي تعليق على محمد مجدي قفشه. برضه محمد مجدي قفشه انا مش عارف، ربنا ما ييسرها له والله. محمد مجدي قفشه ربنا ما ييسرها له، يقول خد محمد مجدي قفشه هات لك جول، دي بركه مين؟ بركه دعاء الوالدين. لكن محمد مجدي قفشه والله العظيم مستواه زي مستوى حسين الشحات وامر منه، لا دفاع ولا هجوم ولا اي حكايه. طب هننتظر لحد متى؟ قول نلعب عمر الساعة. برضه عمر الساعة راجل كويس بسم الله ما شاء الله، جات فرصة قدام المرمى لكن برضه التوفيق ما جالوش. ففي كذا كورة فيها التوفيق لسه ما حلفناش الحظ، يعني الحظ ما حلفناش فيه. فاحنا برضه هنا محتاجين نوقفه مع نفسينا. انت ليه ما بتخلص ما بتترجمش الهجمات دي لاهداف؟ انت المفروض كان الماتش ده تخلص اقل حاجة 3 اهداف. الهدف اللي جابه عمرو السولية ده مش تسلل، فاهم؟ حكم راي رفع التسلل الظلم على النادي الاهلي، ده حكم ده هدف صحيح 100% مباشر للنادي الاهلي تمام. وبرده هدف برده شوط حسين الشحات اللي اشترك فيها اسامه ابو علي، وبرده كان لينا ضربه جزاء في اللقطه ديت. برده حكم المباراه لا حسب دي ولا حسب دي هيت، فاهمني؟ وبرده كان لينا فاول من منطقه الجزاء، برده حكم الراي حسب ركنيه عشان ما يلعبش الفاول اسامه ابو علي ويجيبوا هدف. يعني طب ليه؟ طب ما تدينا فاول احسن ما تدينا ركنيه، مش الفاول الاول اللي اللعيبه راحت تلعب ركنيه وما قالش احنا عايزين فاول. الفاول الاول هيقول لك مثلا الهجمه حسبناها وما حسبناش، والهجمه لو اتحسبت ودخل الجنح هيقول لك لا ده فاول، فاهم؟
يعني الهجمه دي لو كان دخل جون الحكم راي انا متاكد كان هيرجع يقول لك فاول. طب ليه يعني ما يحسبش الكلام دوت؟ يعني في علامات استفهام كتيره في حكم الرايه وفي الحكم الساحه، ويعني والحكم الرابع برضو ما يعني ما لهوش دور في الموضوع ده ولا ما تعرفش ايه. يعني الحاجه الوحيده اللي نصفنا فيه انه هو عرض 7 دقايق وقت بدل ضاع. الحارس بتاعهم مضيع له قال له واجب فيه تمام بتاع 6 دقايق في المباراه كلها، حارس المرمى بتاعهم. فده يعني علامات استفهام كتيره تمام. وفي يعني هنتكلم هنقول ايه طيب؟ يعني هنناشد مين اللي هنناشده تمام عشان يساعد النادي الاهلي بالصفقات؟ الناس شغاله على صفقات خلاص. طب انت كده اتاخرتوا وزياده. فين الاعلان؟ اعلنوا على الصفقه دي، اعلن على صفقه واحده. الناس عماله على السوشيال ميديا عماله تجتهد، وعلى الصفحات الاخباريه برضو كله عمال يجتهد، كله عمال يقول في صفقه وفي صفقه وفي صفقه. طب فين الاسامي؟ عاوزين نشوف اسامي. مفيش اسامي، مفيش غير بغداد بن نجاح اللي اتسربت تمام، وايفرتون اللي اتسربت. مفيش غير الصفقتين دول اللي اتسربوا. يعني طبعا هنروح فين تاني؟ واي صفقه تاني بيتعرض عليها على السوشيال ميديا انا ما بصدقهاش. خلاص كده يعني كنت لا بأس ان ملف الصفقات دوت ملف سري تام في النادي الاهلي، بس المفروض يطلع يعني فاهمني؟ طبعا هنروح فين تاني؟ بس كده يا جماعه، ده كان موضوع النهارده. اتمنى من الله تعالى فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. لو عندك اي استفسار او اي تعليق او اي حاجه اكتبه في التعليقات تمام، ان شاء الله هرد عليك. ومش هسيب لك اي حاجه غير لما ان انا ارد على التعليق بتاعك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دمتم سالمين، دمتم غانمين، لكم الصحه والعافيه. السلام عليكم.